السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ان شاء الله غنشارك معكم جميع اسرار نجاح الفقاس المغربي. تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر كمبتدئه، ما غاديش تعاودي تلقاي ان شاء الله حتى شي مشكل وغيصدق معاك. بسم الله على بركه الله. نبداو في الوصفه. كناخذوا زوج بيضات من حجم كبير، انا كانوا عندي حجم صغير لهذا استخدمت 3 ديال البيضات. من بعد كنضيف قبصه ديال الملحه، كأس سكر، وساشية ديال الفاني، وكأس زيت المائدة، كأس لوز ما حمرتوش، نصف كأس زنجنان، ملعقة خلطة ما بين نافع وحبة حلاوة، ربع كأس ماء الزهر. كنخلط المكونات جيدا حتى نتأكد أن البيض والزيت والسكر انسجموا ليا مع المكونات. ومن بعد كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا، كيس خميره ديال الحلويات. كنعجن العجين ديالي ما كيكونش طري وما كيكونش قاصح. ومن بعد كناخذ لاطه اللي غندخلها الفرن وكندهنها بالزيت، وكنشكل زوج ديال الحرابل. كنبدا نضغط عليهم بيديا شويه، ما تضغطوش بزاف حتى تبسطوا العجين، فقط ضغطه خفيفه حتى كنقادهم. ومن بعد كناخذ صفار بيضاء وقهوه سريعه الذوبان، كنبدا ندهن بهم الحرابل ديالي من جميع الجوانب حتى نتاكد باللي دهنتهم كاملين. اللي ما متوفراش عندها قهوه سريعه الذوبان ممكن تستبدليها بملعقه كبيره ديال الكاكاو المور، كيعطيو نفس النتيجه ونفس المظهر ملي كيطيبوا. حاولوا ما امكن تدهنوا جيدا. ديما الفقاص الا بغيتو ينجح معكم الفران يكون بارد اولا، ثانيا يكون نار مهيله بزاف، يطيب بالمهل. والباب ديال الفران تخليوه محلول شويه، يكون منفس. هذا هو السر من اسرار باش الفقاص ما يتفرقعش معكم، ونهائيا نهائيا ما غاديش يطردك اذا تبعتوا هذه الخطوات ان شاء الله. من بعد كناخذ فرشاه وكنبدا نشكل الخطوط اللي كيعطينا داك التزيين، وكناخذ عود وكنبدا ندير ثقوب في الجوانب جيدا. ومن بعد كندخلو للفران يطيب لمدة نصف ساعة على نار مهيلة بزاف. وملي كيطيب ليا كنغطيه بفوطة تكون فازقة لمدة 4 ساعات. ومن بعد كناخدو كنبدا نقطعو كيف كتشوفوا معايا، ما كيتفرتت ما حتى شي حاجة، ناجح 100%. كتبداو تقطعوه يكون السكين حاد، وتبداو تقطعوه بشويه بشويه باش ما يتكسرش معكم. وكان من بعد ما كنقطع الحرابل ديالي بزوج كنرجعو لاطا ديال الفران وكنرجعو يطيب على نار مهيله قد الشمعه. انا صراحه زربت عليه، خليت شي وحدين ما طابوش ليا حيت كنت مزروبه، ولكن نتوما خليوه بالمهل يطيب على خاطر وكينجح معكم. وما يمكنش تتبعوا هذه الخطوات اخواتي وما ينجحش معكم. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.